اهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. الاسعار زي ما احنا شايفين ضربت 3 اضعاف. الناس بدات تدور في الموديلات القديمه، يعني اللي كان معاه 200,000 جنيه وكان متعشم ان هو يجيب لانسر بومه مثلا تويوتا كرولا الجمل، كان النهارده 200,000 جنيه ما تجيبش حاجه. فبدات الناس تدور على الموديلات القديمه على حسب امكانياتها وفلوسها. فالنهارده معانا عربيه الناس كلها بتدور عليها، تويوتا الملكة، اسم على مسمى. في ناس كتير اتكلموا عليها، لكن مع بعض هنعمل مراجعة بسيطة، هنقول اللي ليها واللي عليها. نيجي نبص نظرة سريعة على تويوتا الملكة، هتلاقي العربية دي من 93 لحد 97. الشكل بتاعها ان الوش الامامي مع الجنب مع الوش الخلفي تحس ان هي عربيه متناسقه. العربيه تحس ان هي شبابي عائليه، كل حاجه تلاقيها فيها. العربيه دي فيها مميزات كتير، كل ما تحط فيها حاجه كماليات بتبان عليها. لما تيجي تبص لجوه هتلاقي القعده بتاعتها حلوه جدا، مش الحلوه قوي طبعا، احنا بنتكلم في عربيه موديل مثلا 95 او 96. قعدتها حلوه من جوه ومن ورا. الكنبه بتاعتها يعتبر يعني لا واسعه ولا ضيقه، مقبوله. التابلو بتاعها من قدام تحس ان هو سيمبل بسيط بس محترم. الجلد بتاعه طري مش ناشف. تيجي تبص على الشنطة بتاعتها تحس ان هي بحر. مساحتها حلوة وحجمها حلو، سعر التخزين بتاعتها. العربية دي بيبقى فيها موديل 1300 كاربراتير وانجكشن و1600، وفي ناس بتسقط لها 1800 و2000 سي سي. العربية دي ممتازة جدا، وفي البنزين لو جربتها الانجكشن 1600 هتلاقيها موفرة جدا. العربية دي بتنزل كاملة كل حاجة فيها، منها مانوال، في اوتوماتيك، في ازاز كهرباء كله، في 2 بس، في على حسب الامكانيات والكماليات اللي انت عايزها هتلاقي. والتكييف بتاعها على فكرة ياباني محترم جدا جدا جدا. طبعا ما جيش اشغل تكييف في 1300 هقول لك تكييف ممتاز، لكن هتلاقي العزم بتاعها قليل. فعشان تركب عربيه زي كده بالتكييف ممتاز، نصيحه تبقى 1600 سي سي. العربيه دي اللي عليها بقى، لو هتجيب العربيه دي اعمل حسابك ان اول حاجه هتدور عليها اماكن قطع الغيار. هي منتشره في كل حته بس ليها اماكن معينه. يعني مثلا لما تيجي في الشرقيه هتلاقي عندك في ابو كبير، في كفر صقر، في المنصوره مليانه، في الحرفيين طبعا مليانه. هتيجي تقارن قطع غيارها مع قطع غيار الكول مثلا، هتلاقي قطع غيارها اغلى نسبه ولكن معمره جدا، يعني بتركب قطعه الغيار وبتنساها. العربيه دي في السوق المصري بتتكلم النهارده من 150 لحد 200,000 جنيه، وممكن تسمع فوق ال 200,000 جنيه عشان تركب عربيه فابريكا بره وجوه منها. لو لقيت حاله نادره هتلاقي من 180 لحد 200,000 جنيه. فنصيحه مني ليك، لو بتدور على العربيه ديت وعايز تركبها اعرف كل حاجه عنها، اعرف اماكن بيع قطع الغيار بتاعتها. لكن لو انت عايز تجيب انصحك بيها، عربيه اعتماديه اقتصاديه جميله جدا، حاجاتها موجوده جدا زي ما قلنا موجوده بس غاليه نسبيا ولكن معمره. معاك 200,000 جنيه او من 150 ل 200,000 جنيه عليك وعلى تويوتا الملكة، ما تفكرش. في نهاية الحلقة اتمنى اكون قلت حاجة سريعة عن العربية تويوتا الملكة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعارات بالحلقات الجديدة. والقاكم على خير ان شاء الله.